السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا أكلة أو وصفة من أكلات الشتاء، حلوة قوي ولذيذة. معانا القرنبيط، هنعمله بطريقة مختلفة شوية. تعالوا نشوف الطريقة اللي معانا هنعملها ازاي مع بعض. هنا معايا القرنبيطة اللي أنا جايباها. هبتدي أفرغها اهو. هبتدي بالسكينة كده أفرغ القرنبيط بتاعي اهو. هعمل القرنبيطاية اللي معايا كلها. القرنبيط بقى من اكلات الشتاء الحلوة قوي، ناس كتيرة جدا بتحبه وهو بيبقى طعمه حلو قوي. ويعني في ناس بتعمله بكذا طريقة، انا بحب الطريقة دي لانه بيطلع حلو وطعمه لذيذ. هنقشر القرنبيط مع بعض بالسكينة بالطريقة دي كده. بشيل القشرة بتاعة الجزء اللي من تحت ده. طريقته في التقشير سهلة جدا برضو، مش بياخد وقت خالص اهو كده. هقولك بقى على الخلطة بتاعته الجميلة اللي بعملها له، بتعجب اي حد بياكله بصراحة، بيبقى طعمه لذيذ جدا. هقشر كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة كده. عندي بقى الحلة بتاعتي على النار، فيها معلقتين من الملح ومعلقة من الكمون. اهو بضيف معلقتين الملح ومعلقة من الكمون. اغطي الحلة بتاعتي اول اما المية تغلي. هبتدي انزل بالقرنبيط. طبعا دول قرنبيطتين مش واحدة. انا بحب اجيب الكمية بتاعته كبيرة شوية، وممكن اشيل منه في الفريزر، اما بحتاجه بطلع اعمل الخلطة على طول اهو. المية غلت معايا وهبتدي انزل بالقرنبيط بتاعي. جربوه بالطريقة دي وقولولي رأيكم ايه، وان شاء الله يعجبكم. والخلطة دي يعني هتعتمدوها على طول، خلطته سهلة وجميلة جدا وبتديله طعم حلو قوي. هو هياخد معاكي في الوقت من 10 دقايق لحوالي 15 دقيقة في السوا على النار، مش هياخد اكتر من كده. لسه في مكان بقى في الحلة وبنزود فيها طبعا. هغطي الحلة بتاعتي علشان القرنبيط يستوي معايا بسرعة. وهنروح نعمل الخلطة بتاعتنا. هنا القرنبيط بتاعي استوى، هبتدي اشيله من على النار. هتسويه سوا المظبوط عادي خالص. يعني مش ههريه قوي في السوا برضو، السوا المظبوط بتاعه العادي. نبتدي نحط المرة التانية. الخلطة بقى بتاعته اللي بنعملها يا جماعة بجد خطيرة، حلوة جدا. نزله بس كده في المية عشان يستوي كله كويس.
هنا هبتدي اجيب معلقة كبيرة من الثوم المفروم. لو عندك الثوم مش مفروم عادي حطيه، بس انا مستخدمة الثوم المفروم هنا علشان خاطر انا عندي الثوم مفروم جاهز. عندي البقدونس بتاعي متنضف ومغسول كويس، وهنا اللي هعمله هبتدي اقرطف البقدونس زي ما انتي شايفة كده وانزل بيه على الثوم بتاعي. يعني حوالي ربطة او حزمة من البقدونس هنزل بيها زي ما انتي شايفة كده، هقرطفها اهو. وهبتدي اضيف عليه معلقة من الملح ونص معلقة من الكمون، مش هضيف اي توابل تاني. هنقرطف شوية حلوين كده من البقدونس وهنرجع نقرطف تاني، بس هندق دول علشان خاطر المساحة بس بتاعة الهون. اهو معلقة واحدة من الملح وكمان نص معلقة من الكمون، وده هيسهل عليا اني لما ادق التوم مع البقدونس هيتفرم كويس جدا. اهم حاجة افرميه ناعم قوي او دقيه خليه ناعم خالص. مية البقدونس هنا بتدي طعم جميل مع التوم للقرنبيط بتاعي وللخلطة. هنا خلاص بصي اتفرم خالص، هبتدي احط شوية بقدونس تاني وهدق عليهم برضو اهو. هنقرطفه برضو نفس الطريقة. هنا خلاص قرطفنا الشوية اللي احنا كنا محتاجينهم تاني، وابتدي ادقهم برضو كويس. اهم حاجة انعمهم قوي اهو زي ما انتي شايفة كده. ابتدي بقى اجيب البولة بتاعتي وانزل بالثوم والبقدونس. اهي مية بقى البقدونس دي بتديله طعم حلو جدا. وهنا دق البقدونس مع الثوم او فرمه مش بيخليه يتحرق مني خالص في الزيت، غير التقطيع بتاعه. التقطيع ممكن يحرقه شوية في الزيت، فده بتديها طعم احلى. وهنا معايا 4 بيضات اهو. هنا عندي حوالي ربع معلقة صغيرة من الكمون، وكمان هضيف معلقة من الملح. لا حطينا معلقتين من الملح، معلش يا جماعة حطينا معلقتين. هنا عندي معلقتين من الكركم الأصفر، معلقتين صغيرين حلوين كده. وعندي معلقة من البابريكا، وعندي نص معلقة من الشطة، ده اختياري. ابتدي اضربهم كويس بالمضرب اهو. عندي بقى هنا 3 حبايات طماطم متقشرين خالص من القشر ومفرومين كويس في الخلاط اهو. طبعا مش هتضيفي لها اي ميه خالص، هتفرميها في الخلاط من غير ميه نهائي. احنا عايزينها يبقى القوام بتاعها تقيل كده، بتخلي القرنبيط ليه طعم تاني في حتة تانية.
بجد جربوا الخلطة دي والطريقة هتعجبكم قوي، وقولولي رأيكم ايه في الكومنتات. هنا معايا نزلت بالدقيق بتاعي 4 معالق كبار من الدقيق، وكمان ضفنا معلقة من النشا، بتديله قرمشة حلوة قوي، وبتخلي طعمه كده مقرمش من بره وطري من جوه. ادي قوام الخلطة بتاعتنا. هبتدي انزل بالقرنبيط بتاعي اللي انا مسوياه كويس في الخلطة دي، ولو قدرتي في الخلطة دي تسيبيه حوالي ربع ساعة او نص ساعة على بال ما تيجي تقلي القرنبيط، هيبقى طعمه حلو جدا. هنبتدي نخلي القرنبيط يتغطى خالص بالخلطة بتاعتنا او يغلفها خالص اهو. عندي بقى طاسة على النار فيها شوية حلوين كده من الزيت، عايزين الزيت بتاعنا يسخن كويس، وابتدي انزل بالقرنبيط بتاعي. كلنا بقى نصلي على النبي كده في الكومنتات مع بعض، عليه افضل الصلاة والسلام. نحط القرنبيط بتاعنا في الزيت، القرنبيط بتاعنا بقى بيتقلي وهيطلع لونه وطعمه حلو جدا اهو زي ما انتي شايفة كده، ما شاء الله، ولا بيتحرق معايا ولا اي حاجة خالص. اهو هنا هنبتدي نطلع القرنبيط بتاعنا، خلاص استوى. بص لونه حلو جميل جدا، وبجد والله طعمه حلو قوي. جربوا الخلطة والطريقة دي وقولولي رأيكم ايه في الكومنتات، وان شاء الله يعجبكم. حبايبي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتنا وفيديوهاتنا ان شاء الله. هنبتدي نحط مع بعض المرة التانية. طبعا مش هطلع حاجة من الزيت بتاعي غير لما تكون استوت كويس وادتني اللون الذهبي اللي انا عايزاه اهو بالطريقة دي كده. نحط بقى مع بعض المرة التانية وهو الزيت سخن كده. اهو لسه مستمرين مع بعض في قلي القرنبيط. اما بيقعد شوية في الخلطة بيبقى طعمه حلو قوي.
هنا خلاص المرة التانية بتاعتنا خلاص اتقلت اهي، وهنبتدي نخرجها اهو. جربوه ان شاء الله يعجبكم، وقولولنا رأيكم ايه في الكومنتات، ولو عايزين اي وصفات اكتبولنا في الكومنتات تحت. هنا خلاص خلصنا قلي القرنبيط اللي احنا محتاجينه او الكمية اللي انا عايزاها، وخرجناه معانا اهو شكله وطعمه بجد حلو قوي، طري خالص ولونه جميل، والخلطة بتاعته بتديله طعم حلو قوي. جربوه وان شاء الله يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير بإذن الله.